بالضبط في عيد الأضحى سنة فاتح نوفمبر 1973. بينما كانت السكاكين ديال المغاربة كتنحر أضاحي العيد، كان الرصاص كيخترق الأجساد ديال 14 متمرد لينهي النظام في وصول آخر انتفاضة عرفها المغرب المعاصر. هذه هي القصة ديال الأحداث ديال 3 مارس 1973 المعروفة بالانتفاضة مولاي بوعزة. في مطلع السبعينيات من القرن الماضي كان المغرب كيمر بمراحل صعيبة بعد الانقلابين العسكريين سنة 1971 و 1970. بلغ الاحتقان السياسي أعلى مدى القصر والمعارضة، خاصة الجناح الدولي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية. يوم 3 مارس 1973 مناضلون من الجناح المسلح للاتحاد عبروا الحدود الجزائرية نحو الأطلس المتوسط. كان هدفهم واضح، هو القيام بعمل عسكري واسع ضد النظام المغربي. كان ضمنهم محمود بنونة وإبراهيم تزنيتي النمري وبارو مبارك والعديد من المقاومين القدامى. انطلقت شرارة الانتفاضة من مولاي بوعزة. توزع العمل على 4 قواعد أساسية: فيكيك، بولميمة، تينغير، خنيفرة. مجموعة خنيفرة كلفت بمهاجمة ملحقة مولاي بوعزة للاستيلاء على العتاد وتوزيعه على العناصر المشاركة. تشكلت 3 مجموعات فرعية: الأولى تهاجم البوابة الرئيسية وتسيطر على الحارس، الثانية تحاصر الأطراف، والثالثة تقطع أسلاك الهاتف. لتأمين الموقع بعد العملية كان من المقرر توزيع مناشير تدعو للانتفاضة، ورمي بضع قنابل يدوية في مريرت وآزرو وخنيفرة لتوسيع رقعة الثورة. بدأت العملية فعليا يوم 4 مارس 1973 على الساعة 2:30 صباحا.